نقول الأسد ده اللي يظهر. كم قيمة الأسد؟ 1200 ريال. إيه 1200. 1200 هذه للتيك توك 70%. الحين الداعم يدفع 1200 ريال. نعم للمؤثر. يا حبيبي في ناس باعوا سياراتهم عشان يدعمون المشاهير. نعم في ناس باعوا سياراتهم، في ناس خسروا، في ناس ضاعوا، في ناس تدمرت، في ناس باع أغلى ما يملك. والله إيش ممكن نفسر هذا؟ يعني ليش يسوون كذا؟ والله الحمد لله الذي عافانا يا أخي. ترى العقل نعمة، بعضهم ترى ما يشعر إلا بعد ما يفقد. يعني جاني واحد أبوه من أكبر التجار في الأقمشة، يقول دفع والله العظيم والله. كم عمره هذا اللي جاك؟ رجال كبير موظف. هي رجال عنده عيال. قسما بالله العلي العظيم إنه دفع 3,700,000 أو 3,400,000 للمدعومين اللي هم المشاهير. واللي تابعني الآن يذكر قبل فترة طلعت بحسابه، وحسابه ظل معايا وغيرت الاسم باسمي. دفع 3,700,000 400,000 أو 4 مليون. يا شوف يا 3,400,000 أو 4,700,000. يعني رقم فلكي. يعني تخيل مبلغ، تخيل. قلت له بالريال يا من جدك ولا تمزح؟ كيف؟ قال طبعا هو مو دفعة واحدة حطها، لا مع مرور الزمن سنة يعني ممكن حولها. يعني قال أنا لا تسألني، أنا ما أدري، ما أدري أنا صاحي أو مجنون. فالفلوس تعرف حماس والشيلة ويلا وهذه القبيلة وهذه القبيلة وهذا مدري إيش ورفع الفلان. حبيبي المستفيد الأول الشركة ثم المدعوم. التيك توك يأخذ 70%. نعم وغير كبيرة ترى. نعم غير كذا يا أسامة، المدعوم راكب أفضل أرقى السيارات. نعم وساكن في أفضل الفلل، والداعم يتمنى يتصور معه للأسف ما يرد عليه. فانزاتي والله هذه هي الحياة. فانزاتي طيب يلا أنت اللي دعمته يلا، لو قابلك في شيء قال لو سمحت لحد يلمسني وعليه بوديغارد. ايوه بوديغارد. لا الواحد، فأنا أقول دائما أنت شيء، احنا دائما نهي ايش المشكلة؟ أنت عندك مبلغ مالي استانس وانبسط واضحك، لكن لا تضيع فلوسك بشغلة ممكن أنها يعني تتلف، يعني تسبب لك مضرة ولأهلك ولأسرتك. مالك هذا راح تسأل عنه. ادفع في شيء يفيدك في الدنيا والآخرة، فيد أهلك، فيد مجتمعك، فيد أي كان يكون. أما تجي أنت متأكد أنه 70% يروح للشركة، والداعم راح يأخذ الفلوس، والداعم راح يتهنى. أنا أتحدى أي داعم في برامج في البرامج يدعم إنسان، يدعمه ويلقى مردود واضح. ما في مردود واضح، فقط يدعمه إرضاء للنفس فقط. ايوه اقول له ليش تدعم؟ قال يا اخي الشيله عجبتني. شاش راسي. شاش راسك انت فلوسك هذه تعبت فيها لين وصلتك. انت عندك اشكاليات، عندك مشاكل. بعضهم والله بعض الاهالي وبعض الزوجات تكلموني يا اسامه تقول والله عندنا مشاكل في احتياجات البيت، ومع ذلك تقول زوجي تعرف فلان؟ قلت تعرف فلان. قالت اكبر داعم؟ قلت والله اعلم. قالت زوجي اكبر داعم في البرنامج أو في أحد البرامج. تعرف أنه عندنا ثلاجة فاضية؟ لا مستحيل. طيب هو مدعي المثالية وأنه هو وقيم لا 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 لا. فيقول المثل باب النجار إيش؟ خلع أو مخلوع.